طب يا سارة قولي لي كده، هل البنت ممكن تكمل مع حد مش بتحبه او حست ان هي مش قادرة تحبه؟ ده بيتوقف على تعريف البنت دي للحب. يعني هل الحب بالنسبة لها هل هي بتحس ان هي نفرة منه، مش قادرة تسمع صوته طول الوقت، بتقول طب ما انا لو استنيت شوية ممكن يجيلي حد احسن، ولا هي متقبلاه وحاسة بالامان معاه وبترتاح وهي بتتكلم معاه وبتحترمه وحاسة ان شخصيته مناسبة، بس السبارك دي بتاعت شرارة الحب دي مش موجودة. لو هي نفرة منه تماما وكده الحب مش هيجي. وبقول لها بمنتهى الوضوح ما تكمليش. او لو بتبقى ساعات مش حابة شكله، يعني في بنت تقول لك انا مش حابة شكله او مش قادرة استلطفه. القبول الشكلي ده اهم حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا المغيرة انظر إليها عسى أن يؤدم بينكم. القبول الشكلي ده من أهم حاجة. وعلى فكرة محدش يفكر إن ده موضوع تافه، بالعكس طبعا هو ده اللي هيدوم معايا. لو أنا ما تقبلتش من البداية ده اللي بيخلي بعد كده في خيانات، وافضل أقول لنفسي ما أنا ما كنتش مرتاح، ما كنتش شايفها حلوة. لا، أنت من البداية خالص لو حاسس إن الشكل ده مش هو اللي أنت بتحبه فبلاش. وللبنت كمان لو انت ما عندكيش قبول، ابسط حاجه القبول الشكلي. احنا لسه ما بنتكلمش في قبول الصفات ومن عدمه، احنا بنتكلم في قبول الشكل. ده من اهم الحاجات طبعا. والرسول وصى بيها ان انا لازم يبقى في إدام، يحصل الإدام. لو البنت حاسه بقى انه هو الطرف ده انا متقبلاه وعندي امان معاه ومرتاحه وانا بتكلم معاه، بس السبارك بتاعت الحب دي ما جاتش، لا ده في امل وممكن تديله فرصه، وفعلا مع الجواز والرابطه دي بيزيد الحب ده. لكن لو هي نفره تماما فده مش هيجي.